السلام عليكم. انا عمري ما كنت اتوقع ان في يوم من الايام هتحصل لي صدمة بالشكل ده. صدمة بجد وجعت قلبي، وكأن ال16 سنة اللي قضيتهم في الغربة راحوا كده في الهوا. انا سافرت من وانا شاب صغير، اشتغلت ليل ونهار، شغل مرهق جدا، وساعات كانت بتعدي عليا كأنها اسابيع كاملة من غير ما انام نومة مرتاحة. كل ده علشان اضمن مستقبل بيتي وولادي، علشان ما يحسوش في يوم ان ابوهم اثر معاهم في اي حاجة، وما يحسوش ان هم محتاجين حاجة ومش لاقيينها. وكل الفلوس اللي كنت بقبضها كنت ببعتها مصر على طول، وكنت بستخسر في نفسي كل حاجة، اقول معلش ولادي اولى ومراتي كمان اولى، وما كنتش بسيب جنيه في جيبي. كل حاجة كنت بقول ان العيال احق بيها. عملت بقى بيت محترم، وولادي دخلتهم احسن مدارس، ومراتي بقى ما طلبتش في يوم طلب وقلت لها لا. بالعكس جدا، كنت بقول ان ربنا كرمني علشانهم، وكنت فرحان جدا انهم عايشين مستريحين، وانا اللي شايل الهم في الغربة. لحد من حوالي 5 شهور كده حصلت لي مشكلة في الشغل، اضطريت بقى ان انا اسيب الخليج وانزل مصر. كنت مضطر جدا، وفي نفس الوقت كانت في فرصة تانية لسفر لبلد تانية، يعني ما كنتش نازل استقر في مصر. اول يوم وصلت في البيت كنت تعبان جدا ومخنوق وقلقان من بكرة. لقيت مراتي بقى اول سؤال بتسألهولي: ها، هنعمل ايه؟ هنصرف منين دلوقتي؟ قلت لها بكل هدوء ان احنا عندنا الحمد لله دخل تاني حوالي 30,000 جنيه. اصلا انا كنت بشتري شقق وبأجرها، فالحمد لله في دخل كويس جدا ومحترم هيجيلي كل شهر حتى لو قعدت في مصر واستقريت. قلت لها نعيش بيهم لحد ما اسافر تاني. كنت متوقع بقى كلمة خلاص ماشي يا حبيبي، ان شاء الله خير وربنا هيعوض. لكن اللي حصل بقى كان العكس تماما. قالت لي بمنتهى الجدية: 30,000 مش هيكفونا، لازم تشتغل هنا في أي شغلانة. أنا اتصدمت، مش من الكلام بس، لأ، من نبرة صوتها حتى. حسيت كده إن هي مش شايفة ولا مقدرة إن أنا اللي بنيت كل ده وأنا اللي عملت كل ده. قلت لنفسي معلش يا واد، اديها عذرها برضو، لان هم كانوا عايشين في مستوى عالي جدا، فصعب ان هم يقلوا عن المستوى ده. حاولت اتكلم معاها بقى بالعقل، قلت لها ان العزومات الكتير بقى بتاعت اهلك دي بتصرفي فيها كتير جدا، وان احنا نهدى شويه كده لحد ما الدنيا تقوم تاني. ردت عليا كده رد غريب جدا، قالت لي يعني ايه؟ يعني اهلي ما يجوش؟ وكاني بقول كلمه غلط. حاولت اوضح واشرح واهدي، لكن الحوار قلب شد وجذب. وفي النهايه بقى لقيتها بتقولي: بقول لك ايه، انت نزلت كده ومن غير ما تعمل حساب بكره، وانا بصراحه مش مطمنه لمستقبل البيت ده ولا مستقبل عيالي. هنا بقى حسيت بحاجه اتكسرت جوايا. ازاي بعد 16 سنه شقه يبقى التقدير بالشكل ده؟ قلت لها بهدوء ان كل اللي كسبته كنت ببعته لكم، وان الشقق اللي انا اشتريتها دي والايجارات اللي بتدخل منها ده من شغلي انا ومن تعبي انا، ونتيجة سنين كتير ضهري كان محني فيهم وعرق وتعب محدش حس بيه الا ربنا سبحانه وتعالى. لقيتها بتقولي بثقة كده ان ده حقها، وان هي كانت شايلة البيت والعيال في غيابي. يمكن كلامها فيه جزء من الصحة، بس طريقته كانت وجعني جدا. حسيت ان كل اللي عملته كان متشاف انه واجب مش تضحية. ومن بعدها حياتنا قلبت جحيم بقى، كل يوم خناق، وكل يوم كلام جارح، كل يوم لوم وعتاب، لحد ما في يوم بقى من غير مقدمات كده لقيتها بتقولي بهدوء غريب: طلقني. حسيت بقى ان هي كانت مستنيه ان انا ارفض او اترجاها، بس انا كنت بقى وصلت لمرحله خلاص. رديت عليها وطلقتها على طول في ساعتها. هي طبعا اتصدمت، ما كانتش متخيله ان انا هطلقها كده بالسرعه دي. تاني يوم على طول بقى كان ربنا بيقول لي: قوم وكمل. جالي عقد سفر جديد، ومشيت وغيرت كالون البيت، وبلغت امن العماره ان محدش يدخل الشقه دي ابدا مهما كان مين. عملت كده بقى وانا قلبي وجعني جدا، مش شماتة ولا ندم، مجرد احساس ان اللي بينا خلاص اتكسر، ما بقاش موجود. كنت حاسسها ان هي بقت واحدة تانية غريبة عني، مش دي مراتي اللي كنت متجوزها 16 سنة. ودلوقتي بعد فترة بقى هي واهلها، بعد ما خلاص بقى اتثبت في شغلي وبقيت بقى بقبض مبلغ محترم جدا، اهلها دلوقتي بقى بيتواصلوا معايا وعايزينها ترجع تاني علشان خاطر الولاد. خلاص اللي بينا اتكسر، ولا قادر اعيش معاها زي الاول. المشاعر اللي كانت جوايا ناحيتها خلاص ماتت، والمكان اللي كنت شايله لها في قلبي خلاص بقى فاضي. انا مش عارف اللي عملته ده كان صح ولا غلط، بس اللي انا متأكد منه ان الاحساس اللي كان جوايا مات خلاص، فانا مش عارف اعمل.
الحل بقى ان انت تشوف مصلحة ولادك فين قبل اي حاجة تانية. لو مش قادر ترجع لها ومش قادر تكمل معاها بقى عاطفيا وترجعوا زوج وزوجة زي زمان، يبقى الحل ان كل واحد يعيش في مكانه مع تنظيم بقى الحياة بشكل كده ايه طبيعي بينك وبينها، عشان خاطر الولاد ما يتضرروش بأي حاجة، والولاد يعيشوا مع امهم في بيت مستقل، وانت تصرف عليهم وتبقى علاقتكم محترمة من غير اي خناق. او بقى لو في فرصة للصلح يبقى بشروط بقى واضحة واحترام متبادل. قولولي بقى انتوا لو في مكانه كنت هتعملوا ايه؟ مستنية اعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني ان شاء الله الحلقة الجاية في مشكلة جديدة. سلام عليكم.